واحد اسمه خالد الرسام، بس ما كانش بيرسم لوحات، كان بيرسم طريقة ورا الشمس. الداخلية وصلت لها شكاوي كتير جدا، مش بلاغ ولا 2، ده بلاغات كأننا بنقدم طلبات على التموين. ليه؟ لأن الأستاذ خالد قرر إنه يبقى نجم السوشيال ميديا بأي تمن، بس بدل ما يعمل محتوى مفيد قرر يعمل فيديوهات كلها ألفاظ خادشة وخرم في الأدب، يعني لا تنفع تتشاف الصبح ولا حتى بعد نص الليل. الناس اشتكوا، والداخلية قالت أيوة كده، بلغونا، ده إحنا فاضيين له. وبعد تقنين الإجراءات، يعني جد بقى مش هزار، نزلوا عليه مفاجأة في مغاغة بالمنيا، ولقوه معاه مفاجآت تانية، سلاح ناري مش مرخص، ومعاه شوية حشيش للتعاطي كده على الهامش. ولما سألوه يا خالد ليه بتعمل كده؟ قال بكل برود عشان المشاهدات تزيد والفلوس تكتر. بس القانون قال له المشاهدات اللي على حساب الأدب بتدفع تمنها ورا الشمس. خد عندك يا نجم، القضية جاتلك من كل اتجاه، سوشيال ميديا، مخدرات، سلاح، يعني فيلم أكشن. بس النهاية حزينة جدا. فاكر إنك هتكسب من الترند؟ لا يا باشا، الترند اللي بيقل أدب بيخلص في السجن مش في التيك توك.